السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في شهوة الزهراء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم ان شاء الله غادي نصايبو مع بعض هذا الكيك غولي. كيجي سهل واقتصادي، نحضروه للوليدات نفرحوهم بهم، علاش لا؟ كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل. عندنا في المقادير كناخذ اولا واحد البول كندير فيه قبيصه الملحه، نقول بسم الله توكلنا على الله. عندي هنا 5 ديال البيضات، 5 البيضات الحجم ديالهم متوسط. هنا عندي المقادير خمسة. هنا 5 البيضات، 5 المعالق ديال السكر سنيدة، وواحد الساشي ديال الفاني. يمكن لكم تنسموا اي نكهه كتعجبكم. كناخذ الطراب الكهربائي، ضروري من هذا الطراب الكهربائي باش كنطلعوا البيض ديالنا مزيان. كنستمر كنخفق البيض مزيان 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 حتى كيتضاعف الحجم ديالو. ضروري ما نبقاو نطربوا فيه مزيان حتى كيولي اللون ديالو بحال هكا جاي مايل للبيضيه. صافي هنا طرب البيض ديالي مزيان، طلعته مزيان. غادي ناخذ واحد الغربال. هنا عندي 5 المعالق ديال الدقيق وخماره. كنقسم هاد 5 المعالق على 2 دفعات. ضروري نغربلو الدقيق باش يتهوى لينا الخليط. وكنخلط دائما بهذه الطريقه من الاسفل للاعلى. كنبقاو غاديين بطريقه واحده بحال هكا من الاسفل للاعلى في اتجاه واحد باش ما يطيحش لينا البيض ديالنا. هنا كنزيد 5 المعالق ديال الزيت العاديه، وكنضيف 5 المعالق ديال الماء كيكون دافي. ضروري يكون دافي باش يطلع لينا البيض مزيان. وكنبقى نخلط بحال هاد الطريقه من الاسفل للاعلى حتى كيتخلط ونحس بهذيك ما بقاوش دوك الكويرات ديال الدقيق. صافي كناخذ واحد اللاطه كتدخل للفرن، كندير فيها البابي سوفيليزي وكندهنها بالزيت وكنصب فيها هذا الخليط ديالي. في هذه الاثناء كنكون مشعله الفران على درجه ديال 160. انا كنشعل الفران الفوق لتحت صافي وتنسرح هاد الخليط في هاد اللاطه. نحاول اني نقادو مزيان باش ما تجيش جهه رقيقه وجهه غليظه. صافي وكنضرب اللاطه بحال هكا على سطح العامل باش يتقاد لنا الخليط. صافي بعد ما طاب الكيك ديالنا كما كتشوفوا هاد لاجينواز ديالنا كطيب وكتجي جات خفيفه بزاف وهشيشه كما شفتوا. صافي كناخذ واحد الكاريط وكنعاود نديرو فوق منها من الفوق وكنرولي بحال هكا. ضروري نروليها باش كتبقى شاده ليا ديك الطراوه ديالها، وكنحتفظ بها جانبا على ما نوجد لا كريمه ديالي. هنا عندي 5 المعالق ديال السكر سنيده دايراهم في الاناء، وغادي نضيف عليهم نصف اللتر ديال الكريمه اولا القشطه الطريه. صافي وكنبقى نطرب بالخلاط الكهربائي. كنخلطها مزيان مزيان.
يمكن لكم تضيفوا اي نكهه نتوما كتعجبكم. انا غادي نضيف هاد الياغورت ديال الفلون كراميل، كيعطي نكهه زوينه. صافي وتنخلط الكل حتى كيطلع ليا هذيك لا كريم، طلع ليا مزيان مزيان، وكتولي جاهزه باش نصايبوا بها الكيكولي ديالنا. كما كتشوفوا كيبقى يضاعف الحجم ديالها. صافي وملي كتبدا توقف لينا بحال هكا نعطيوها الخاطر حتى كيطلع لينا مزيان. صافي ها هي طلعت. دابا ملي يولي هذا المنقار ديال العصفور صافي كنعرفوها بانها جاهزه. واخا نقلبوا هذيك الاناء اللي فيه لا كريم ما تيتقلبش لينا، كنعرفوا بان لا كريم ديالنا جاهزه. صافي كنعاود نحل هذاك الكيكولي اللي لويناه صافي، وكنسرح هاد لا كريم فوق منها. انا كيفاش ما شفتوا ما درتش ليها لا سيرو لا والو، لان عندي لا جينواز عندي رطبه بزاف ما تحتاج انني نسقيها. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنعمرها بلا كريم مزيان. كنسرحها كندير واحد الطبقه لا باس بها، ماشي تاني نكثروا بزاف تتخرج لينا. المهم كنديروا طبقه بين وبين. كناخذ هنا، انا عندي درت غير الكاوكاو كونكاسي محمر من قبل، وكنرشو عليه بحال هكا باش كتعطيني هذاك الكرونكون اللي كنكونوا ناكلوها، كتجي فيها واحد القرمشه. صافي وكنبدا نلوي في لاجينواز ديالي بحال هكا. ساهله كما قلت لكم وما كتاخذش وقت بزاف، دغيا تحضروها لوليداتكم اولا ليكم نتوما علاش لا. صافي وهنا ها هي ترولات مزيان. صافي كنعاود نلوي عليها هذاك الورق ديال الطبخ، وكنبقى نزير مزيان باش كتجي مجموعه. وقالت لي حتى في المنظر ملي نبغيو نقطعوها كتجي الشكل ديالها زوين بحال هكا. كنبقى ندير ونزير. صافي كنديرها فوق واحد السيركل، اولا ولا كما كان، واش طبسيل ولا شي حاجه بحال هكا. صافي وكنبدا نغطيها من الفوق بلا كريم. نتوما لكم الاختيار، بغيتو تعمروها تغطيوها بلا كريم اولا ديروا ليها الشوكولا، اولا التزيين تيبقى حسب الرغبه. انا بقات عندي لا كريم، فضلت انني نعمرها بلا كريم من الفوق بحال هكا. انا راه كنزرب شويه الفيديو باش ما يجيكمش شويه طويل. صافي عمرتها بحال هكا بلا كريم، وغادي نزوقها بحال هكا. انا ما عجبنيش هاد بحال هكا مشرطه، وعاودت عاود درت ليها بحال الزقزاق من الفوق، عاودت ليها بالزقزاق من الفوق. جاني هذا في الشكل وانا نعاود هاد الشكل هكا، هذا جا حسن. صافي بحال هكا، او يمكن لكم تخليوها غير عاديه على حسب. صافي وكنعاود نزينها بهاد الكاوكاو كونكاسي اولا اللوز اولا الشكل اللي بغيتو نتوما. بغيتو ديروا دوك بيبي الشوكولا كيجي زوينين. المهم التزيين كيبقى اختياري. صافي غادي ندخلها للثلاجه حتى تماسك مزيان. انا ما خليتهاش بزاف، كنت مزروبه بها. صافي كناخذ واحد السكين وكنقاد ليها هذوك الجناب ديالها باش كتجي مقاده في المنظر.
صافي. وكنعاود نزينها بواحد الوريدات ديال بلا كريم. لكم الاختيار تزينوها كيف ما بغيتو نتومايا. وكندير فيها واحد حبيبات ديال الزريعه بحال هكا باللون الذهبي. صافي. وها هي الكيك جينواز ديالنا اولا كيك غولي جاهزه. كتجي زوينه وسهله في التحضير، ما كتاخذش منا وقت بزاف. كتجي على هذا الشكل كما شفتوا، سهله واقتصاديه. تحضروها لوليداتكم اولا ليكم. شوفوا كيفاش كيجي داك الشكل ديالها، كيجيو زوينين. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم، وما تنسوش انكم تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باللايكات وبالتعاليق ديالكم الزوينه اللي كتحفزني انني نعطي كل ما عندي. وشكرا لكم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله.